متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى التقينا بالمحلل السياسي والكاتب محمد هاشم كي يتحدث لنا عن تأخير تسمية رئيس الوزراء العراقي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا سيدنا الجليل الغالي، نرحب بكم أنت والأستاذ علي وبكل جهد خير يصب في مصلحة هذا المجتمع. الله يخليك أستاذ محمد. الله يخليك، تسلم. ماكو حكومة أستاذ محمد؟ مع الأسف طبعا. مع الأسف طبعا أن يكون السياسي مخيبا للآمال إلى هذا الحد. يعني مع الأسف جدا أن تنبثق طبقة سياسية من مجتمع عانى الأمرين في فترات طويلة جدا، وقبر أبنائه وهم أحياء، ومنع من ممارسة حريته نهائيا، وكانت السجون والمعتقلات والتضييق، أن يكافئ مع الأسف بطبقة سياسية لم تكن بالمستوى المطلوب إلى الحد الذي يعني برغم الثورة وبرغم الانتفاضة الشعبية وبرغم الخزي والعار الذي تلطخت به هذه الطبقة السياسية وبرزت بالمكشوف وعلى المكشوف وبكل وضوح إنها طبقة فاسدة، ويعني استشرت كثيرا في المال العام، لكنها مع الأسف لن تستجب لمطالب الشعب ولن تخاف الشعب، وظلت مع الأسف تمارس دورا سيئا وسلبيا في وضع العراقيل أمام تقدم هذا المجتمع وفي حفظ أمنه وسلامته وسيادته والمحافظة على الديمقراطية الوليدة الناشئة التي صبت في مصلحة الجميع بدون استثناء. أنا وكل العراقيين وكل الذين يهمهم أمر العراق حزانة ولديهم ألم كبير أن تكون نتائج العملية السياسية والحراك السياسي ليس بالمستوى المطلوب. مع الأسف العراق بلد معطاء، العراق لديه أناس عمالقة فكر وأدب وثقافة ومعرفة ومحبة، وهم يحبون العراق بكل ما في أعماقهم من إحساس بالأخوة والمواطنة، لكن يأتي السياسي يتأرجح ويعبث وكأنما الأمر يعني حالة عادية. 38 مليون انتخبكم أيها الطبقة ووضع ثقته بكم، لكنكم لا ترضون أن يعني تتنازلوا عن امتيازاتكم وتتنازلوا عن عليائكم وأبراجكم العاجية لصالحه. هذا عيب عندما تخفض جناحك لشعبك، وعندما تعطي التنازلات، وعندما تستمع لصوت الشارع. بالعكس ستضمن المستقبل ورضا الله سبحانه وتعالى والضمير. يعني ماذا ستكون؟ يصلون هم أستاذ محمد؟ لا أعتقد أن تلك الميزة هي كفيلة لأن تكون أنت يعني مبارك ولأن تكون أنت صادق. هذه لا تكفي. الذي يكفي الموقف على سبيل المثال الذي عليه المرجعية التي منذ 2003 ارتبك الجميع، كل الحوزات وكل رجالات الدين ارتبكوا إذا حدث 2003 إلا مرجعية سماحة السيد السيستاني، فإنها لها رؤية في أن الدين سيصب في مجرى الوطن، وفعلا ظلت يعني مرجعية وطن وتحرص على بناء دولة مواطنة منذ بدايتها وحتى الآن، وظل نهجها ثابت. لماذا لا يكون نهج السياسي ثابت في زرع روح المواطنة وبناء دولة المواطنة ودولة الإنسان؟ لماذا يخفق هذا الإخفاق الشنيع؟ لماذا لا نضع الثقة بأي من الأخوة المتظاهرين ممن يملك قدرة إدارة دولة ورئاسة وزراء وتعيين وزراء يمتازون بالمهنية والحرفية وحب الوطن والوطنية؟ لماذا؟ يعني ما الضير في ذلك؟ هل إذا وضعنا ثقتنا بمن ينبثق عن التظاهرات هذا عيب أو خطأ؟ أبدا لا، بالعكس سيسجل للسياسي نفسه، سيسجل للطبقة السياسية أنكم تغاضيتم وتنازلتم عن امتيازاتكم، وأنتم تحاولون أن تطوون الصفحة السابقة وتبدؤون بصفحة جديدة. ستكون مكانتكم عالية لدى الشعب العراقي. نعم، أنا أتمنى أن منذ غد يعلن الأخوة المهتمون والمتصدون للواقع الحكومي سواء في مجلس النواب أو حكومة تصريف الأعمال الآن ليقولوا أيها الأخوة المتظاهرون أبناءنا نبدأ بصفحة جديدة، رشحوا
من تجدونه مناسبا، وعندما ينال ثقة البرلمان وباقي الجمهور، وعندما نفهم سيرته وسلوكه ومهنيته وحرفته نؤمن به ليبدأ ببناء العراق مثل باقي السياسيين الآخرين الذين اشتهروا بنزاهتهم وحبهم للعراق. إن شاء الله. شكرا سيدنا، والله يحفظك ويحفظ العراق بأكمله، والمستقبل لنا، ولن تموت الديمقراطية مهما حاول الأشرار ومهما حاول الكثير ومهما دس في العملية السياسية من سموم. سوف لن يثني عزم العراقيين ولا المرجعية الرشيدة في أن نبني وطنا سعيد وفي أن نبني دولة مواطنة. شكرا جزيلا. شكرا الله يخليك. متابعينا الكرام، مثل ما شاهدتم هذا الحديث الشيق مع المحلل السياسي محمد هاشم، وتحدث بحرقة قلب حقيقة، وأنا شاهدت حتى أيضا دموع عيونه، وأتمنى توصل رسالته لجميع السياسيين العراقيين. لوكالة الأنباء العراقية المستقلة، جليل الحسني، بغداد.